بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وتسليما إلى يوم الدين. حبيبي يا رسول الله، ازيكم متابعين حبيبي؟ ربنا يخليكم يا رب ويزيدكم يا رب، تكونوا دايما بخير يا رب. من مطبخ حنان ودنيا ان شاء الله. النهارده هنعمل قرص او كماج. يعني زي العيش اللي هو الصغير اللي هو بيبقى في الفران دوت. تقدري تقولي بقى عيش صغير، تقدري تقولي كماج، تقدري تقولي قرص، اي مسمى زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. انا عاملاه على المكنه علشان يبقى كله مستوى واحد ومقاس واحد. تمام، يلا بقى ندخل الفيديو ونشوف المقادير بتاعتنا وازاي هنعمله. معايا كده باكت صغير من الخميره الفوريه علشان اتاكد من الخميره بتاعتي كويسه ولا لا، عشان في ناس بتجيب الخميره دي وما بتخمرش. هفرغ كده الباكو بتاعي او الباكيت بتاعي كده في كوبايه ميه، يعني مج من الميه، عليه معلقه سكر، وهركنه على جنب. اول حاجه دي هعملها، هجيب الدقيق بتاعي برضو حوالي 2 كيلو ونص من الدقيق. الدقيق بتاعي دوت مش دقيق فاخر، ده دقيق علامه، يعني ما بين الدقيق البلدي والدقيق الفاخر. تمام، عايزه تعمليه يكون احسن وافضل اعمليه بدقيق فاخر. انا كان الدقيق ده كان عندي فقلت اعملهم الولاد تعملهم سندوتشات كده، تحشيهم مثلا مربى، تحشيهم حلاوه، تحشي جبنه، لانشون، اي حاجه. تمام، جبت الدقيق بتاعي كده، فرغت عليه باكيت بيكنج باودر ومعلقه من الملح ومعلقه من السكر، وهقلب الدقيق كده كويس. بعد ما نخلته وزنته كده، قلبت البودر والسكر وملح. هاخد حوالي كيلو لبن. كيلو لبن كام مج؟ 4 مجات من اللبن، وهحط زيهم كمان 4 مية مع العجن، يعني 4 لبن و4 مية. حابة تعمليه بلبن رايب هيكون احلى واحلى، حابة تعمليها مية ولبن زي، اعمليها بمية ولبن زي. فرغت محتويات الخميرة بتاعتي طبعا بعد ما اتأكدت ان هي يعني كويسة، وهتخمر لي العجين بتاعي لانها اتفعلت بقى وفقفقت كده، فعرفت ان هي كويسة. هاخد 4 مجات من المية، ده غير المج اللي هو كان بتاع الخميرة، يبقى 5 مجات من المية و4 من اللبن، يعني كيلو من اللبن، معلقة صغيرة من الملح ومعلقة سكر وباكيت بودر. تمام، هعجن العجينة بتاعتي كده كويس. هحط سمنة وزيت، طبعا مش هنسى ان انا احط سمنة وزيت، بس انا مش هحط كمية كبيرة، يعني حوالي كوباية من الزيت وكوباية من السمنة، وسيحتهم على بعض كده. بعد ما عجنت العجينة بتاعتي كده، وكل ما تعجنيها كويس هتديكي نتيجة افضل. زي ما اتفقنا مع بعض، اي حاجة مضايقاكي خرجها في العجين دوت. انا بفرح بالعجين لان اي حاجة مضايقاني بخرجها فيه. معايا كده مج من السمنة على الزيت، يعني احنا خدنا مج سمنة ومج زيت وسخناهم مع بعض، سيحناهم، ما دحناهمش، لا يعني سيحناهم بس عشان انتوا عارفين الجو برد كده. طبعا انتوا شايفين بقى ان السمنة والزيت كده يعني في البولة اللي انا بعجن فيها، لا طبعا العجينة هتشرب كل دوت. هحط مجين، المج دوت هتشربه العجينة، وبعد كده هحط المج التاني زي ما انتوا شايفين كده، واعجن العجينة بتاعتي. واي حد مضايقني زي ما اتفقنا اخرج طاقتي السلبية وزعلي كله فيه. طبعا معايا البولة نضفت خالص، والعجينة خلاص كده نضفت، ومفيش اي حاجة في ايدي، وما شاء الله عليها العجينة كويسة زي الملبن، ووريها لكم هي كويسة. قبل ما تخمر هاخدها كده على الطبلية بتاعتي واقرصها. التقريصة بتاعتي تكون كلها مقاس واحد علشان تطلع كلها مستوى واحد، تبقى مش واحدة كبيرة واحدة صغيرة. تحاولي تتحكمي التقريصة بتاعتك. هقرصها كلها كده، وبعد كده هاخدها على المكنة بتاعت فرد
اللي هي مكنة المخروطة او المخبوزات. تمام، شايفين شكلها قد ايه حلوة ومتساوية وجميلة. هفرد كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده افردها على المكنة. هخلص الكمية بتاعتي دي كلها، وبعد كده هسويها في الفرن زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما استوت منفوخة زي العيش المنفوخ بالظبط. يا ريت اللي يعملها بدقيق فاخر يا جماعة، بيكون احلى وافضل. وادي الكماج بتاعنا مفرغ من جوه، وتقدري تحشي اي حاجة زي السندوتشات كده، وحاجة كويسة في بيتنا وحاجة حلوة. يا ريت تجربي الطريقة دي، اللي يعملها وتعجبه يدعيلي دعوة. متنسوش اللايك فضلا وليس امرا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.